قبل ما تبدأ ألماني لازم تعرف أنت مين. أنت خلاص اقتنعت بأن السفر لألمانيا هو الحل، وعرفت إن أول خطوة هي الألماني، يبقى عايز تبدأ لغة ألمانية. فأنا جاي أقول لك قبل ما تدور على كورسات أو تحمل تطبيقات أو تشتري كتب، اوعى تبدأ قبل ما تجاوب على السؤال ده. أنت نوعك إيه؟ لا بكلمك بجد، أنت نوعك إيه في التعلم؟ هل أنت تعرف طريقة التعلم الأنسب ليك؟ لأن حرفيا اللي هيخليك توصل مش إن أنت تروح كورس أو إن أنت تتعلم أو إنك تشتري كتب وتطبيقات وكورسات، اللي هيخليك توصل انك تعرف انت مين وبتتعلم ازاي وايه الطريقة اللي بتنفع مع دماغك. ودلوقتي ركز معايا عشان هعرفك تعرف نفسك ازاي. احنا عندنا 3 انواع من المتعلمين. النوع الاول انا بسميه المتعلم الذاتي، وده بقى انسان بيعرف يركز لوحده وبيحب يكتشف ويبحث، ومن صفاته عنده التزام حتى لو قاعد في البيت. فلو فيك الصفات دي فانت النوع اللي ممكن ينجح من غير كورسات ولا اشراف، وكده هيكون مناسب ليك انك تتعلم عن طريق فيديوهات، تطبيقات، كتب وخطة واضحة وبس، محدش يزعجك. اما بقى تاني نوع وده اللي محتاج اطار منظم، وده بقى انسان بيتشتت بسرعة وبينسى كتير ومش متحمس كفاية وما عندوش خطة واضحة ومحتاج حد يشجعه. فلو فيك الصفات دي بقى يبقى انت لازم يكون عندك اطار محدد، اطار خارجي وناس بتشجعك وتدعمك، وكده هيكون مناسب ليك انك تتعلم عن طريق انك تاخد كورس وتلتزم بحضور وسط مجموعة معينة، تقدر انك تلاقي حد يشجعك، وبالطريقة دي هتقدر تتعلم اكتر لما تكون في بيئة فيها التزام ومتابعة وجدول ثابت. أما بقى تالت نوع وهو المتردد اللي مش عارف هو مين، وده أغلب الظن نوع فيه ناس كتير جدا وعنده نية يتعلم بس مش عارف يبدأ منين، مش قادر ياخد خطوة، كل شوية بيتحمس وبعدين بيقف ومش عارف يمشي لوحده ولا محتاج حد يوجهه. وده غالبا النوع اللي ناس كتير فيه. النوع ده ببساطة لازم يبدأ بحاجة خفيفة كده، يجرب نفسه الأول قبل ما يختار الخطة النهائية. ولو لسه مش مقتنع بالهدف من تعلمك اللغة الألمانية، ارجع وشوف أول الفيديوهات في السلسلة دي، هتساعدك تعرف هدفك إن شاء الله. ولما تعرفه وتحطه قدام عينيك هيكون هو دايما الدافع اللي هيخليك تكمل حتى في لحظات الإحباط. أما دلوقتي احنا وصلنا لآخر الفيديو، وفي الفيديو الجاي هقول لك خطة عملية تناسب كل نوع بالتفصيل، وهيكون فيه مفاجأة كبيرة جدا. يعني انت لو متعلم ذاتي هقولك ازاي تتعلم كل يوم وتركز على ايه وتذاكر ايه. اما لو انت محتاج كورس هقولك تختار ازاي وعلى اي اساس. وفي الاخير ما تنساش تقولي في الكومنتات انت شايف نفسك انهي نوع، وما تنساش تشارك الفيديو مع صاحبك اللي بيقول كل شوية انا عايز ابدأ الماني بس مش عارف ابدأ ازاي. دمتم في رعاية الله.